السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل صينية او طاجن كرنبيت سهل كده، وكل المقادير بتاعته عندنا موجودة في البيت. معانا في البداية كده معانا كرنبيت انا واخداه سلقاه في مية بشوية كمون مع شوية لبن، علشان اللبن بيخليه دايما بيبقى ابيض كده زي ما احنا شايفين، بيفضل كده ابيض ما يبقاش يصفر معانا. وهنبدأ بقى نحمره ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعضين. وزي ما احنا شايفين بنحمر الكرنبيت بتاعنا. هنبدأ بقى بعد ما يتحمر كده ونديله لون حلو، هنبدأ بقى نخرجه على مناديل ورق ونشوف هنكمل باقي المقدار ازاي او باقي الطريقة بتاعتنا. وبعد ما حمرنا الكرنبيت كده بالشكل دوت، هنبدأ بقى نشوف الخلطة بتاعتنا اللي احنا هنحطها عليه. معانا كوباية طحينة وحوالي نص كوباية ليمون، عصير ليمون، وهناخد كمان فلفل اسود والملح. طبعا هنسلقين الكرنبيت بالملح، فمش هنكتر بقى الكرنبيت بتاع الملح دوت. وهناخد كمان معلقه او نص معلقه توم مفروم، وهناخد كمان شويه كده من حوالي كوبايه ميه، وهنشوف نضرب كده نضرب المقدار ده كله مع بعضه كده لحد ما يتجانس كله مع بعضه بالشكل دوت. هنبدأ ناخد بقى شوية بقدونس او شبت او كزبرة الموجود عندك، انا مخرطة كده. هنبدأ بقى نقلب تاني. هنبدأ بقى ناخد السيرفيس بتاعنا، هنبدأ بقى نفضي الكرنب بتاعنا بالشكل دوت. هنسويه كده كله. هنبدأ بقى ناخد التتبيلة دي ونبدأ بقى نفضيها على الكرنبيت. بسم الله، بس كده. هنبدأ بقى ندخلها الفرن لمدة تلت ساعة او نص ساعة إلى 5 دقايق اهو، لحد ما تتجانس كده كلها ببعضها، ونشوف هيبقى شكلها ايه. وزي ما احنا شايفين الصينية بعد ما خرجت من الفرن ما شاء الله جميلة وريحتها تحفة. شايفين الصوص شربت الصوص كله، مفيش اي حاجة فاضلة فيه. هي ناخد بقى شوية صوص معاه بالشكل دوت، جميلة تحفة ويكفي ريحتها. وده كان فيديو النهاردة، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.